تخيل تصحى في يوم عادي تلاقي الدنيا كلها اتقلبت، ضباب احمر قاتل في كل مكان، الناس عمالين يتحولوا واحد ورا التاني لكائنات مرعبة، والأسوأ بقى انك ما كنتش نايم ليوم واحد، ده انت بقالك 5 شهور فاقد للوعي. ده الموضوع كبير قوي بقى يا حمادة. يا ترى ايه اللي حصل لكل ده؟ وانت بقى هتواجه كل ده ازاي؟ اهو ده بقى اللي هنعرفه دلوقتي. ده هو تشيهرو، عيل غلبان ضعيف كحيان لاقينه على باب الجامع، عشان كده هو قاعد في بيت ابو صاحبه اللي متبنيه واللي معتبره زي ابنه. وفي احدى ايام الجامعة بيحصل حاجة غريبة بتغير حياته، صوت صاخب بينتشر في كل المدينة، اي حد بيسمعه بيفقد الوعي فورا ما عدا تشيهرو اللي بيكون صامد للنهاية، لحد ما بيغزو المدينة ضباب احمر. ساعتها بيستسلم وبيفقد هو كمان الوعي. بيعدي الوقت وبيفوق بعد كده وهو في المستشفى، واللي بيتصدم صدمة عمره لما الدكتور بيقوله انه كان نايم لمدة 5 شهور، وان معظم الناس اللي اغمى عليهم صحوا بعد اسبوع اصلا، وانت يا تشيهرو اخر واحد يصحى من الناس اللي اغمى عليها. اما بقى يا ابني بالنسبة للكارثة اللي حصلت دي، فالبشر اطلقوا عليها اسم الانهيار العظيم، ولحد دلوقتي مش قادرين نعرف السحابة دي جت منين وايه اللي حصل اصلا. والاغرب من كده كمان ان كل اللي اغمى عليهم دول لما صحوا كانوا بحالة كويسة، ما حصلهمش اي حاجة. في نفس الوقت ده بيجيله صاحبه اللي اسمه كوتيتسو، ايوه هو ده ابن الراجل اللي لقى على باب الجامع، واللي جايله دلوقتي علشان يروحوا البيت. وبيعرفوا ان كل اللي موجودين داخل السحابة دول محتجزين مش بيخرجوا. كان الاول ممكن بيعرفوا يدخلوا ويخرجوا من الضباب ده، انما دلوقتي لا دخول ولا خروج حتى. ولما بينزلوا من المستشفى بيقابلوا صحفي اسمه كيهارا اللي بيتكلم مع تشيهرو بطريقة مستفزة جدا بتضايقه، وانه متأكد ان هو ورا كل اللي حصل ده لانه اطول واحد نام في كل اللي ناموا، وبيهف الدخان في وشه ويسيبه ويمشي. المهم يعني بيوصل اخيرا تشيهرو للبيت مع صاحبه، لكن فجأة بيسمعوا نفس الصوت الصاخب اللي سمعوه قبل ما يغمى عليهم، وبيشوف تشيهرو ان اللي بيعمل الصوت ده هو بني ادم زيه زيهم. ومع ضجيج الصوت القوي ده فجأة بيخرج وحش ضخم جدا من البيت. الصدمة بقى ان الوحش ده اصلا ازاي كان متخفي في جسد ابو كوتيتسو، فمش محتاج اقولك ان الوحش ده هجم عليهم هما الاتنين، لكن تشيهرو بيستجمع شجاعته وبيمسك خشبة مكسورة في ايده، قال يعني هيخوف الوحش بيها. بتعمل ايه يا حبيبي انت هبل؟ انت عبيط يا اسطى. وزي ما انا توقعت الوحش بيغزه بالساطور بتاعه بيقسمه نصين، وبتقع حتة الخشبة من ايد تشيهرو يا عيني. لكن في نفس الوقت ده بتستيقظ بداخل تشيهرو حاجة، تشيهرو بتاع زمان ما عادش موجود يا منطقة، لانه بيكون لسه واقف مكانه ما اتحركش، لكنه لما بيفتح عينيه بتكون كلها دم وغضب، وفجأة بيخرج منه هالة شكلها غريب، وبيتحكم في الهالة دي يحولها لسيف يكسر بيه سيف الوحش، وبالضربة التانية بيقطع له ايديه، وبكل سهولة بيخلص عليه، حرفيا بيرسم له علامة اكس في بطنه. بيفوق بعدها تشيرو من اللي حصل ده، اللي هو مين اللي عمل كده يا جدعان؟ هو انا فعلا اللي عملت كده بجد؟ وبتضطر ايكو انها تنومه بعد الصدمة اللي اتعرض ليها دي. مين ايكو دي بقى هنعرفها دلوقتي. في نفس اللحظة دي بيختفي الوحش اللي مقتول على الارض، وبيكون كوتيتسو مش فاهم اي حاجة، هو اللي بيحصل وانت مين والوحش ده ايه؟ قوليلي فين ابويا؟ بتقول له اسكت دلوقتي مش وقته اي حاجة من دي. المهم لما الشرطة تيجي تقول لهم ما شفتش اي حاجة وانا هفهمك كل حاجة بعدين. وفعلا لما بتيجي الشرطة علشان تستجوبهم بيقولوا لها احنا ما شفناش حاجة، احنا واغم علينا اول ما الوحش جه. بتقول لهم الشرطية على العموم في اشاعات بتقول ان البشر بيتحولوا لوحوش، لكن كل ما نروح لموقع الحادث بنلاقي ناس مختفية ومفيش اي اثر للوحوش. بعدها بشوية بيفوق تشيرو واللي بيلاقي انه مش متعور ولا اي حاجة، ده انا كنت في المعركة مقسوم نصين من شوية، ايه الهبل ده؟ الاغرب من كده بقى انه بيلاقي ايكو دي بتقول له يا معلمي. معلمي مين يا بنت انت؟ انا اول مرة اشوفك اصلا. لكنها مش بترد عليه وبتروح تعمل لهم الاكل، وبتقول لهم يلا كلوا علشان تكبروا كده ويبقى عندكم عضلات. بيتضايق منها كوتيتسو وبيقول لها انت يا بنت انت شكلك عارفة كتير ومخبيه علينا، بسرعة قولي كل اللي عندك حالا. بتقول له اقعد يا حبيبي، انا مهما اشرح لك انت حمار ومش هتقدر تستوعب اي حاجة. فبيسمع الكلام وبيقعد. وبيروح في اليوم التالت شيرو للكلية بتاعته، وهناك بتحصل حاجة غريبة جدا، وهي ان في شخص بيكون على وشك انه يتحول لوحش،
لكن بيظهر دكتور إينوكي وبيديله مصل ينيمه، وبتاخده المساعدة بتاعة إينوكي واللي اسمها ساكي. بعد كده وبينما هما في المدرسة بتظهر واحدة ومعاها أجراس، وبالأجراس دي بتعمل صوت مزعج جدا للبشر، فبيفضل تشيهرو يجري وراها لحد ما بيشوفها وهي بتفتح بوابة وبتحول البشريين لوحوش، وبيحاول يوقفها لكن الأوان فات خلاص. وبيكون معاها شخص تاني وبيقول لتشيهرو الموت للسلالة البطولية، وبيحول البشر أسرع منها لوحوش. بتيجي إيكو لتشيهرو وبتقوله بسرعة يا معلمي افتكر انت مين، سيب نفسك للدماء البطولية اللي جواك، انت الوحيد اللي هتقدر تخرجنا من الموقف المهبب ده. فبيفتكر تشيهرو اللي عمله اول مرة لما تحول خلص على ابو كوتيتسو، وبيقول لها لا 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 انا مش هتحول ولا هسيب نفسي، افرضي كوتيتسو صاحبي اتحول لوحش، عمري ما هقدر اقتل شخص عزيز عليا، انا اموت نفسي ولا اني اعمل كده. لكن المفاجأة بقى ان عينين كوتيتسو بتلمع بالدم هي كمان، وده معناه انه عنده سلالة الدم البطولية، وبيضرب الوحش اللي بيهجم عليه طياره، وبيطلع يجري ورا الشخص اللي هو السبب في كل ده. لما بيلحقه بيقول له هو انتوا طلعتوا اتنين عندكم الدم البطولي؟ للاسف مضطر اقتلكم انتم الاتنين. وبيفتح بوابه تحت عدد من البشر يحولهم لوحش واحد قوي جدا ضخم، فكوتيتسو مش بيكون قادر يقف قدامه وبيتعرض لضربه مميته. في اللحظه دي بقى ما بيسيبوش تشيهرو وبيتحول هو كمان وبيطير الوحش بضربه واحده، لكن الوحش مش ضعيف خالص وبيقوم لهم تاني. وبيكون تشيهرو في موقف صعب جدا لان رجل كوتيتسو اتكسرت، فبيطلب المساعده من ايكو. ساعتها ايكو بتقوله لا 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 ده مش اسمي الحقيقي، لازم تفتكر اسمي الحقيقي علشان ابقى معاك. ساعتها بيفتكر اسمها بصعوبه جدا واللي بيكون ايكو سيريد. اول ما بتسمع اسمها بتبدا تتحول على طول، وبنعرف ان دي هي الحامية بتاعته، وبتساعد هي كوتيتسو وبيروح هو يخلص على الوحش بضربة واحدة. لكن في حاجة لسه جوه تشيهرو مضايقاه جدا، هو مش عايز يقتل بشر زيه، ما بيتوقفش الشخص ده وبيستدعي نفس الوحش تاني من بشر برضه، وبيهجم على تشيهرو اللي بيكون مستسلم لانه مش عايز يقتل بشر. ومش بس كده ده بيمدوا الشخص ده بالقوة وبيخليه اقوى بالضعف. اول بقى ما بيقرب الوحش ده على تشيهرو علشان يقتله بتنور الكريستالة اللي في قلب تشيهرو، وبتخرج هالة قوية جدا بتأثر في الجو المحيط كله، وبيقف تشيهرو على رجله أقوى من الأول وبيقدر يصد هجوم الوحش بكل سهولة. بيكون بيراقب اللي بيحصل ده الصحفي كيهارا، واللي بسبب قوة تشيهرو بتبدأ ترتعش وبتكون على وشك انها تتحول هي كمان. فكيهارا بيكون مش عارف يعمل لها ايه، فبتظهر له واحدة من العدم وبتقوله تقدر تنقذها لما تستخدم الدماء البطولية بتاعتك. بيكون هو مش فاهم قصدها وبيقول لها ازاي، لكنه في لحظة بيقدر يتحول وهو مش عارف اصلا ازاي. بعد ما بيتحول بتقوله لازم كمان تنده لها باسمها الحقيقي واللي هتلاقيه محفور في قلبك، دي هي الحامية بتاعتك. بعد شوية تفكير بينده لها كيهارا باسمها الحقيقي اللي بيكون ايرو، فبتتحول بسرعة زي ما ايكو اتحولت قبل كده. بعد ما بتتحول بقى بتدي الوحش ضربة واحدة بتخلص عليه. ساعتها بيتحط مستدعي الوحوش ده في موقف صعب جدا لان تشيهرو بيستهدفه وبيكون عايز يخلص عليه، بس المساعدة بتاعته بتتدخل بسرعة وتدافع عنه وبيقدروا انهم يهربوا منهم. في اللحظة دي بتنتهي قوة تشيهرو لانه بيستهلكها بغباء، وبتصطحبهم شيما اللي ظهرت من العدم للمقر بتاعها اللي بيكون في الكنيسة، واللي كمان بتكون عارفة معلومات كتيرة جدا عن اللي بيحصل. لما تشيهرو بقى بيفوق وبيسألها ويقول لها طب ممكن تقولي لي اللي انت عارفاه؟ بتقول له القائدة بتاعتنا هتفهمك كل حاجة. بتظهر فعلا القائدة في اللحظة دي واللي بيكون اسمها دوكسي. الغريبة بقى ان تشيهرو عارفها لانه شافها في الحلم قبل كده. بتبدأ دوكسي كلامها وتقول له بعد 40 سنة من دلوقتي العالم هيفنى لان الدمار قادم وهيبدأ عصر جديد، يا اما العالم الجديد ده هيتولد من فوضى او امل. مفتاح الامل ده بقى موجود ما بين ايدين حاملين سلالة الدم البطولي زيك كده. من الاخر كده انتم امل العالم وصناع السلام، وعلشان نقدر نقضي على حكام عالم الفوضى زي اللي انت قابلتهم من شوية لازم يتولد من بيننا سيد السلالة، هو ده الوحيد اللي هيقدر يقضي عليهم. وعلى فكرة اللي بيقدروا يحولوا البشر لوحوش دول اسمهم عملاء الفوضى، وبيقدروا يستخدموا البشر كبوابات لاستدعاء وحوش من عوالم تانية. والحل الوحيد دلوقتي اللي قدامنا اننا لازم ندمر طوكيو اللي هي ساحة الضباب الاحمر، وده علشان يتوقف الاستدعاء بتاع عملاء الفوضى. قوموا بتدمير هذه المدينة لإنقاذ مستقبلكم. على الجانب الآخر بنشوف
عمال الفوضى وهم مع قائدهم، واللي بيوصلوا اخر اخبار اصحاب الدم البطولي، وبيقولوا لهم بيحاولوا يدمروا طوكيو علشان يخلقوا عالمهم الخاص، وبيدعوا كمان ان الدمار قادم بعد 40 سنة. ده هم كده اللي هيدمروه. بيحاولوا يضحكوا على بعض بانهم هيولدوا عالم فاضل مفيش فيه غلطات، بس ما يعرفوش ان اللي هم بيعملوه ده هو اللي هيدمر العالم بجد. احنا لازم ننقذ العالم من الدمار ونفتح فيه بوابات لعوالم تانية. شعارنا هو الموت لسلالة الابطال. ايوه يعني يا جدعان، برضو مين الصح دلوقتي ومين الغلط؟ ده اللي المفروض هنعرفه قدام يعني. بعد كده بيروح تشيرو لمدينة الضباب الأحمر اللي في طوكيو، وبيبدأ يدمر حواجزها، والحواجز دي ليها مركز هو السبب في الضباب ده، وبيكون لكل منطقة في المدينة مركز للحاجز بتاعها. لكن في صراع داخلي عند تشيرو بيمنعه انه يكمل النهاردة، وده اصلا بعد ما دمر جزء من طوكيو. لما بيقابله كيهارا بيقول له يا ترى مبسوط كده وانت عمال تدمر في ام البلد؟ ساعتها بيتألم ضمير تشيرو اكتر واكتر، لدرجة انه لما بيروح ينام بتجيله احلام زي الزفت. لكنه في اليوم اللي بعده بيكمل تدمير في ام المدينة عادي. بس اللي مش عادي بقى ان بيظهر له زعماء الفوضى، واللي بيهجموا عليه علشان يوقفوا المخطط بتاعهم ويمنعوهم. فعلى طول بيتحرك كوتيتسو بكل سرعته علشان يمنع هجومهم، لكنه للأسف مهما عمل مش بيكون ند ليهم، وبتضطر ساكي انها تتدخل. فبالمقابل بتدخل يوري اللي من ملوك الفوضى هي كمان. في نفس اللحظة دي بتظهر شخصية جديدة بتتقاتل مع كوتيتسو واسمها تسوباكي. الصدمة بقى انها بتكون مش من عملاء الفوضى، وبتتقاتل مع كوتيتسو لانها كانت مفكرة من عملاء الفوضى، وهو كان مفكرها هو كمان من عملاء الفوضى. يا اخي يخرب بيت العبط بتاعكم انتوا الاتنين. نرجع بقى لتشيرو اللي بيدخل حاجة اسمها ذكرى مع يوري، والذكرى دي بقى يا سيدي هي نسخة طبق الاصل من عالمنا بس في ذهنهم. وبتحاول تتكلم مع تشيرو بعقلانية وبتقوله اللي انت بتعمله ده غلط. انت مفكر انك لما تدمر كل الحواجز العالم هيبقى في سلام يعني؟ صدقني مش هيحصل يا تشيرو. بيقول لها بلاش عبط، انت عايزاني اصدقك ازاي؟ انا شفتكوا بعناية دول وانتوا بتحولوا البشر لوحوش. وبيقعد يلف في الذكرى اللي هما فيها علشان يخرج بأي طريقة، لكنه للأسف مش بيعرف. فبتعرض عليه يوري انه لو اداها فرصة يفهمها ويتعاون معاها هتساعده يخرج من هنا، وهتدله على الطريق الصح كمان، لكنه بيرفض ويسيبها ويمشي. لما هي بقى بتلاقي ان مفيش فايدة منه بتضطر تدله على طريق الخروج، واللي بيكون موجود في جوهر شبه جوهر الحاجز كده، وعلشان يخرجوا من الذكرى دي لازم يدمروه. ولما بيحاول مش بيعرف يسيطر على قوته، وبتساعده يوري، وبسببها بينجح في تركيز قوته وبيكسر الحاجز. المفاجأة بقى لما بيفتكر ان كان ليهم ذكريات مع بعض لكن مش واضحة قوي، ولما بيسألها انت مين؟ انا حاسس ان اعرفك من زمان، مش بترد عليه. على الجانب الاخر بقى في القتال مع جون بتكون اليد العليا لصالح ساكي. صحيح بالمناسبة ده هو جون اللي هو عميل من عملاء الفوضى. المهم في وسط القتال ده بيتدخل واحد اسمه هارو بلكمة قوية على وش ساكي، واللي بتكون اول مرة ليه القوة دي تستيقظ عنده. فبتتضايق جدا منه ساكي وبتقول له ده انت يومك اسود، وبيدور بينهم قتال دمي سريع خطير فشيخ شنكيح. والله العظيم يا جدع، الجدع ده بيسمع حاجات غريبة وعمال. المهم يعني ساكي في اللحظة دي بتكون على وشك انها تخسر، فبيتدخل ابننا تشيرو ويضرب هارو ضربة يلزق بيها بطنه في ظهره. 2 على 1 مش مرجلة اخواتي، ما بالك بقى ب2 على 1. وبيتكلم تشيرو مع كل اصحابه وبيقول لهم احنا لازم نتراجع دلوقتي، في حاجة غلط في الخطة. اهو ده بقى اللي هنعرفه في الفيديو اللي جاي. انا بقى يا سيدي جينو، ودي قناة جينو انمي. يعني يا ريت تعمل لايك وسبسكرايب كده وتنشر الفيديو ده في كل مكان عشان اتبسط منك، واستنى مني فيديوهات طرش جامدة جدا جديدة. وبس كده بقى، السلام عليكم لحد هنا.